يا رب تكونوا بخير وسلام من أي مكان في العالم بتشوفوني وتسمعوني وتتابعوني منه. أنا اسمي ابتهاج سيد ودي القناة بتاعتي، يا ريت تدخلوا وتشرفوني. هنعمل النهاردة أحلى صينيتين جلاش بالمكسرات، وهنلفهم بطريقة سهلة جدا وسريعة ومختلفة شوية. أول صينية هنلفها بالطريقة العادية، تاني صينية هنلفها بطريقة مختلفة علشان توفر معانا في صوابع الجلاش. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. اول حاجة انا هبدأ بالشربات علشان يلحق يستوي ويجهز ويدفى معانا شوية قبل ما نحطه على الجلاش وهو سخن. لازم الشربات يكون دافي، ولا يكون سخن قوي ولا ساقع قوي، والجلاش بتاعنا يكون سخن جدا ولسه طالع من الفرن. انا عشان عندي كمية الجلاش كتير فانا هعمل الشربات كتير. اول حاجة انا عندي 5 كوبايات مية، نفس الكوباية اللي هتعايري بيها المية عايري بيها السكر. عندي 5 كوبايات مية و4.5 سكر و2 معلقة عسل جيليكوز و2 ليمونة كبيرة ومعلقة صغيرة فانيليا. ليه 4.5 سكر؟ لان انت هتحطي 2 معلقة عسل جيليكوز، هما اللي هيعوضوا نص كوباية السكر التانية. وفي نفس الوقت عسل الجيليكوز هيديكي للشربات لون فاتح كده شوية، وفي نفس الوقت هيديله قوام حلو ومش هيبقى معسل قوي، وهيظبط القوام بتاع الشربات. هقلبهم كويس جدا جدا واحطهم على النار، ما تزوديش عن 10 دقايق علشان ما يمررش منك، وتطفى عليه وتسيبيه يدفى خالص. تعالوا بقى نشوف الجلاش بتاعنا. فتحت علبة الجلاش، حطيتها على البلانش اهو، وهجهز بقى الحشوة بتاعتها. الحشوة فيها ايه؟ فيها المكسرات اللي انت عايزاها او المكسرات الموفرة عندك والمتاحة عندك. بس الحاجات الأساسية بقى اللي هي الفول السوداني وجوز الهند، وحطيت بقى شوية سكر بودر حلوين، وحوالي من نص معلقة صغيرة قرفة، وكمان زودت حوالي من 3-4 معالق من الشربات اللي احنا عملناه علشان يبقى ماسك كده في نفسه شوية ويبقى مرمل معاكي شوية. وبعد ما قلبته، في بقى الحركة دي اختياري، لو عندك شوية كنافة كسريهم بالشكل ده وحمريهم بشوية سمنة حلوين وبعدين ضيفيهم عليها. لو عندك، لو مش عندك مش مهم كنافة خالص، بس هي هيديها طعم حلو برضو. وتقلبي بقى الكنافة على المكسرات وتزودي عليها شوية سمنة حلوين. على فكرة أنا السمنة دي زودت عليها شوية فانيليا بطعم الموز، برضو لو ما عندكيش حطي فانيليا عادية خالص مفيش مشكلة. وزودت كده الكنافة شوية شوية وأقلب علشان كل الخلطة تبقى ميكس كده ببعضها حلو. دي فانيليا بالموز جميلة جدا زي الأسانس كده. بس وبعد ما قلبتها كده شوية حطيت بقى المكسرات وقلبتها، وهاجي بقى ايه اجهز الصواني بتاعتي وهدهنها كويس بالسمنة، وبعدين هاجي بقى للورق بتاع الجلاش بتاعي. انا جيت اهو حطيت البلانشة وغطيت الجلاش بفوطة علشان ما ينشفش مني، لان العدد كان كبير. وخلي بالك انا الجلاش عندي هنا مفرز، مش بجيبه طازة من عند الفطاطري، بيبقى شركات. فطبعا انه كان في الفريزر وطلع وطري معاكي شوية، فبيبقى الورقة لو ما تغطيتش كويس هتنشف معاكي بسرعة، وكمان بيبقى ساعات مكسر ومقطع كتير من جوه. دلوقتي بس ما تقلقيش، يعني انت كده كده مع السمنة وان هنحط طبقتين فهيلم معاكي. حطيت اول طبقة، جبت اول ورقة ودهنتها كويس بالسمنة. طبعا انا السمنة دي برضو حاطة فيها سمنة بلدي علشان تدي طعم وريحة حلوة. هحط الورقة التانية وهدهن بالسمنة كويس جدا. هاتني حتة بقى لجوه او امسك الربع الاولاني كده من الورقة واطبقه على الورقة وادهن بالسمنة برضو كويس جدا، واجيب بقى المكسرات واحط بقى عليها. خلي بالك تحاولي ما تملهاش قوي علشان المكسرات ما تطلعش من بره وتتحرق منك. شايفين؟ يعني انا سايبه حوالي صابع من الناحيه دي والناحيه دي. هبتدي بقى الف الورقه رول كده على بعضها، واحاول بقى ايه اساوي المكسرات من جوه. وبعد ما الفها اروح بقى دهنها بالسمنه. طبعا الصينيه بتاعتنا مدهونه من السمنه من الاول. هحط بقى الجلاش وهدهنه بالسمنه كويس جدا، واروح بقى رصاه بالشكل ده في الصينيه كلها
اهو شايفين شكله متسوي ازاي وشكله مليان مش فاضي. هاجي بقى نعمل واحدة تاني نفس الفكرة، هحط الورقة واحط التانية عليها واتني حوالي ربعها كده، او زي ما تقيسي كده 4 صوابع كده بايديكي في الاول وتتنيهم لجوه. وبعدين ليه بقى احنا بنتنيها التانية دي؟ علشان تقدري الجلاش هنا بيبقى خفيف والخلطة بتاعتك بتبقى تقيلة عليه. لو حطيتي ورقة واحدة او ما تنتيش التانية دي هيبقى المكسرات والخلطة بتاعتك تقيلة على الجلاش، على ورقة الجلاش، وهتبقى تقيلة عليه وهيتقطع منك. لكن كده حامي المكسرات بتاعتك عشان الورقة ما تتقطعش، وفي نفس الوقت المكسرات ما تطلعش من بره وتتحرق منك وتدي شكل مش حلو للصينية بتاعتك. انا هشتغل بقى على النظام ده لحد ما اخلص اول صينية. هاجي بقى هخلص الصينية كلها بالشكل ده واروح بقى ابدأ في الصينية التانية. وانا هنا خلصت اول صينية رصيتها بالطول زي ما انتوا شايفين اهو، وبعدين هغرقها بقى بالسمنة كده غريقة حلوة، وبعدين هبتدي بقى اقطعها. انا ليه حطيت سمنة الاول؟ علشان يطرى معايا، لو انا قطعتها قبل ما احط السمنة هيتكسر مني الجلاش بتاعي، فدي معلومة تخلي بالك منها. انا بقى قست كده قد 5 صوابع ورحت قطعت. طبعا التقطيع على حسب الحجم بتاع الصابع اللي انت عايزاه. شوفي بقى الحركة دي جميلة جدا وبتخلي الجلاش طري معاكي قوي، ان انت تجيبي شوية لبن وتروحي دهنة الجلاش من فوق بشوية اللبن دول علشان يبقى طري كده الجلاش، وفي نفس الوقت حاجة بسيطة جدا عشان ما يعجنش منك، وبعدين ما يخليش الورقة تتحرق بسرعة ويكون لسه ناي من جوه. شوية اللبن دول هتبرد الورقة وتخليها تاخد راحتها في السوا. تعالوا بقى هنعمل الصينية التانية. خلي بالكم احنا الصينية الأولانية لفيناها بالطول، أما الصينية دي هنلفها بالعرض. شايفين الورقة محطوطة بالعرض ازاي؟ بالعرض هتطلع معاكي صابع زيادة، يعني بدل ما الورقة كانت بتطلع معاكي 3 صوابع هتطلع معاكي 4 صوابع. وزي ما عملنا المرة الأولانية هندهن كويس جدا جدا بالسمنة ونحط ورقة الجلاش التانية، وهنتني الطرف اللي من بره حوالي ربع كده أو حوالي قراط أو قراطين كده لجوه، وبعدين هحط عليها المكسرات وابتدي بقى الف رول. بس وانا بلف رول اخلي بالي علشان النص كده يبقى مليان والاطراف كلها تبقى مليانة علشان الورقة ما تبقاش فاضية وتعوم مني. هنا بقى كل ما الف الرول بتاعي طبقة هروح ادهن سمنة علشان اقدر اتحكم في الرول بتاعي والفه كويس اهو بالشكل ده. شايفين السمنة بتطر الورقة تحت ايدي وبتخليني اعرف اتحكم فيها. وزي ما هعمل في الصينية الاولانية هعمل في الصينية التانية، بس الصينية التانية ما كفتش، كل الورق ما كفاش عندي، فانا بقى هعمل ايه؟ هحاول ازنق كده الصوابع علشان تبقى واقفة. لو سبت الصوابع مرتاحة قوي الورقة الجلاش لو سبتيها مرتاحة قوي هيفرش منك، فلازم تزنقيه كده شوية علشان يسند بعضيه ويطلع منفوخ. خلي بالك من المعلومة دي علشان لو هتعملي نص صينية في صينية كبيرة او هتعملي كمية قليلة في صينية كبيرة يبقى الجلاش ساند نفسه. هقطعهم بقى قطع مش متساوية لان هخلي شوية كبار وشوية صغيرين لان كل شوية فيهم رايحين لمكان. دول شوية السمنة اللي زادوا هحط عليهم برضو، هنزلهم عليهم، وبرضو هنزل شوية اللبن زي ما عملنا في الصينية الأولانية، واسخن الفرن على 300 واحطهم. وبعدين أول ما أحس إني أحطهم الرف اللي في النص، وبعدين لو حسيت ان استوت من تحت وما حمرتش من فوق ارفعهم للرف اللي فوق، لكن ما شغلش عليهم من شويه. ودي بقى اول صينيه وهي سخنه كده اروح مزوده عليها الشربات الدافي، وفي نفس الوقت اخليها تشرب شويه في الشربات، وبعدين احاول اصفي الشربات الزياده. لكن خلي بالك ما تغطيهوش، لان لو غطيتيه هيعجن. تسيبيه وهو عريان كده شويه لحد ما يشرب الشربات بتاعه،
وبعدين تنزلي الشربات الزيادة اللي فيه، لان هو هيشرب اللي هيكفيه وهينزل، تقدري تنزلي الباقي. بس انا هنا ياما حطيت بصراحة ما لقيتش زيادة في الشربات، شرب الشربات بتاعه كله، وده دليل على ان هو ناجح. سواء الكنافة او الجلاش لما يشرب الشربات بتاعه كله معناه ان هو ناجح، وان هو فلافي كده من جوه. انا بقى هنا كمان في ملحوظة، الشربات بتاعي انا حطيت عليه معلقة سمنة، حتى بصوا ان هو دافي دفيان، السمنة ما ساحتش كويس، بس مش مشكلة، السمنة هتنزل على الشربات على الجلاش وهو سخن وهتسيح فيه برضه. شايفين جمال الصبا بتاعنا؟ شايفين من تحت مستوي محمر نفس الشكل، نفس التحميرة اللي واخدها من تحت واخدها من فوق. انا بقلبه لكم كده عشان تشوفوه كله، وفي نفس الوقت يشرب من الشربات كله، وفي نفس الوقت كريسبي كده من بره وفلافي من جوه، والمكسرات بتاعته مش محروقة، وطعمها جميل جدا، وشارب من الشربات بتاعه، والصبع كده منفوخ وجميل جدا. ودي الصينية التانية، عملنا زي ما عملنا في الصينية الأولانية بالظبط. شايفين لما قلبناها من تحت نفس اللون اللي فوق هو اللي من تحت. وبعد ما برد خالص وشربوا الشربات بتاعهم، رحنا علبناهم بالشكل ده، عملوا كرتونتين من الكراتين دي، كل علبة فيها صبعين. ويلا بقى قومي جربوا وقوليلي، ومستنية رأيك في الكومنتات، واشوفك الفيديوهات الجاية. باي باي.